بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو الجزء الثاني بتاع المراوح. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن انواع المراوح المختلفة في السوق من حوالي 7 شهور كده. تمام. في تعليقات يعني كويسة جات لي بتسأل عن بعض المراوح المعينة اللي كانت في الفيديو السعر بتاعها، طب هي ليه ما عادتش موجودة؟ في حاجات يا جماعة كتير بسبب حوار الاستيراد والكلام ده بقت سعرها مبالغ فيه شوية، فبقى امازون بيرفعها من السوق. ممكن تلاحظوا يعني بعض البرودكتس، بالذات الحاجات المتعلقة بالهولوجرام والحاجات دي، هتلاقوا الحاجات دي كانت بتتباع قبل كده مثلا من سنة او من سنتين، لكن دلوقتي ما عادتش بتتباع على امازون بسبب سعرها بقى مبالغ فيه شوية. تمام، او بسبب الحوار اللي هو بتاع الاستيراد والكلام ده. المهم احنا عندنا دلوقتي اغلب المراوح اللي موجودة في السوق. تمام. طبعا الحر ده اللي احنا فيه ومحتاج مراوح بورتابل كتير، محتاج باور بانك يكون كويس على الأقل مثلا يعني 20,000 أمبير لو انت عايز تبقى مرتاح يعني، أو 10,000 أمبير بقى، بس ممكن يفصل شوية لو الناس الكهرباء بتقطع عندها مثلا ساعتين أو 3 أو كده. تمام. فملخص الفيديو ده هقول لكم احسن مراوح ممكن تجيبوها. تمام، سواء للبيت او الخروج او الحاجات دي. تمام. او حتى وانت نايم وعايز حاجه مثلا تجيب عليك هوا، مثلا لو نور قاطع عندك او حاجه زي. تمام. هو طبعا في ملخص الفيديو يعني لو حد مش عاوز يتعب نفسه وعاوز يعرف انواع المراوح الكويسه على طول، هي المروحه دي. تمام، دي بتتعلق حوالين الرقبه. والمروحه دي لو انت نايم مثلا او حاجه، ودي مش مروحه عربيه يا جماعه. تمام، دي مروحة بيت عادي، ممكن تحطها جنبك على المكتب او انت نايم، يبقى دي بتاعة المكتب. تمام، او انت نايم او حاجة تحطها على الكومودينو جنبك، ودي بتاعة الخروج. ده ملخص الفيديو. تمام. لكن احنا برضو هنستعرض انواع المراوح دي على السريع كده ونشوف دنيتها ايه. تمام. طبعا اول مروحة عندنا، المراوح دي كلها نفس الفكرة، كلها بتشيلها بالايد. تمام. المروحة دي مش عارف مرسوم عليها عباد شمس، المروحة دي على شكل روبوت، المروحة دي مش عارف على شكل قطة وطالع منها ودان، مروحة الدبدوب دي. طب أحسن نوع مروحة فيهم ايه؟ هي بتاعة الدبدوب دي أكتر واحدة بتجيب هوا بعد تجربة يعني. تمام. هي دي يعني، دي صوتها عالي شوية. تمام، بس الهوا بتاعها مش قوي قوي، أقل شوية من بتاعة الدبدوب. تمام. دي برضو اللي هي على شكل دبدوب دي أو إنسان آلي دي. دي برضو فيها سرعتين، بس الهوا بتاعها بصراحة مش قوي خالص. دي ممكن يعني تنفع الأطفال أو كده. برضو صوتها عالي شوية، بس الهوا بتاعها فعلا مش قوي. تمام. المروحة اللي هي على شكل قطة دي برضو هي سرعة واحدة بس، بتفتح كده. تمام، بس مش أكتر. تمام. وأهم واحدة اللي هي مروحة الدبدوب دي، لأ ده فعلا مروحة دي بصراحة هوا قوي، وصوتها يعني ناعم، يعني صوتها مش مزعج يعني. تمام. فانا لو هرتب المراوح الاربعه دي الاول كده، هحط دي في المركز الاول، دي في المركز الثاني، دي في الثالث، دي في الرابع. تمام. يبقى المراوح دي كلها نفس نفس الفكره. تمام. غالبا المراوح دي ممكن تحطها على ستاند كده، او ان انت تعلقها في ايدك. تمام. والستايلات بقى هم يعني الصين بقى انتوا عارفين بتلعب في الستايلز بتاعت الحاجات المنتجات عشان تبيعها. ممكن يحط لك مرة دبدوب، يحط لك عباد شمس، زهرة، وردة، مش عارف انما هي كلها نفس الفكرة يعني. دي برضو مروحة من الستايل القديم شوية. تمام. برضو نفس الفكرة، ممكن تحطها على ستاند او كده، ودي زيها زي بتاعة الدبدوب بالظبط في قوة الهواء. تمام. يعني دي برضو مروحة كويسة. كل دي مراوح ممكن تمسكها بايدك كده او تعلقها على ستاند صغير يعني، بس برضو كويسة يعني. احنا مش هنقول انها وحشة، بس برضو مش عملية قوي. تمام. حتة ان انت تفضل ماسك مروحة كده طول النهار عشان تجيب لك هوا، يعني الموضوع صعب شوية. طيب، اللي بعد كده طبعا هي المروحة دي، احنا كنا قلناها في فيديو قبل كده. المروحة دي طبعا بتشال او بيبقى ليها بتاع مطاطي كده بتطول معاك. لحظة. هي طبعا بتفتح من هنا، الزرار بتاعها. تمام. برضو فيها 3 سرعات، تنفع مروحة مكتب تبقى كويسة، تحط كده مثلا وتجيب هوا عليك، بس هواها برضو مش قوي قوي. تمام. يعني الواحد برضو في الاول والاخر بيحب الحاجة تكون جايبة هوا كويس يعني. تمام.
فهي شكلها ظريف ولطيف وكده، والبتاع المطاطي ده مرن معاك، ممكن ينزل ويطلع كده عادي مفيش مشكلة، بس الهوا بتاعها برضو ايه مش احسن حاجة. تمام. طيب المروحة اللي بعد كده دي برضو احنا كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان هي مروحة مشكلتها انها قصيرة شوية، بس هي فيها علقة ممكن تتعلق مثلا في اي حاجة عالية شوية كده على مسمار او حاجة. تمام. يعني هواها متوسط، مش هقول ضعيف ومش هقول قوي، بس برضو بصراحة انا مش شايفها عملية قوي. هي كويسة بس مش عملية قوي. زي ما قلت لكم هو ملخص الفيديو المروحة دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، والمروحة دي لو حد يعني ايه مش عايز يتعب نفسه ويسمع الفيديو كله، بس احنا برضو بنقول بنجرب كل الانواع. المروحة دي طبعا دي اللي انا كنت عرضتها، ومعظم كومنتات الفيديو الاولاني جاي عليها. للاسف هي ما عادتش موجودة على امازون. تمام. ولو اللي موجود منها حتى سعره غالي جدا، تقريبا دلوقتي معدي 1000 جنيه او 1000 وشوية. انا كنت جايبها تقريبا بحوالي 350 جنيه من حوالي سنة ونص كده. تمام. المروحة دي ليها ميزة انها بتتعلق حوالين الرقبة، والهواء بتاعها بصراحة قوي جدا يعني، وكمان الشاحن بتاعها تايب سي. تمام. وفيها 3 سرعات. طبعا يعني الصوت باين، يعني الهواء بيطلع من هنا، فهي لما تعلق حوالين رقبتك كده لا بتجيب هوا بصراحة قوي يعني. تمام. فدي بصراحة دي لازالت برضه في المركز الأول كمروحة انت ممكن تاخدها معاك برا البيت. كمروحة ممكن تاخدها معاك برا البيت، دي تعتبر لسه في المركز الأول. تمام. ده من وجهة نظري أنا، يعني في ناس ممكن تختلف أو تتفق، لكن أنا وجهة نظري المروحة دي أحسن مروحة ممكن تاخدها برا البيت. تمام. المراوح النيك فان بقى اللي هي زي دي برضه كويسة يعني، برضه يعني تعتبر بعد دي على طول. تمام. المروحة اللي هي النيك فان دي برضه 3 سرعات وهواها كويس، والبتاع ده مرن فليكسيبل، ممكن يعني تحركها كده او كده، والشحن بتاعها تايب سي عادي مفيش مشكلة. تمام. هواها كويس برضه مش بطال. المروحة دي بقى اللي كانت خدعة بصراحة، دي يعني اوفر ريتد على الانترنت قوي، وبتوع البرودكت الصينيين والحاجات دي بيقعدوا ينفخوا فيها، وهي اصلا مش حلوة خالص يعني بصراحة. يعني دي اعلى سرعة في المروحة، هي فيها 3 سرعات. يا دوب انا حاطط ايدي جنبها ومش حاسس الا يعني هوا خفيف جدا يعني. فتعتبر بصراحة المروحة دي مقلب كبير بصراحة يعني. ما انصحش حد انه يجيبها خالص يعني بصراحة. لو انت عايز تجيب مروحة نيك فان هات دي. تمام. يعني لو انت عايز تجيب حاجة تحطها حوالين رقبتك وتجيب لك هوا هات دي. ولو اغلى شوية وحالتك كويسة مادية ممكن تجيب دي. تمام. دي احسن واحدة بصراحة يعني. مش هتعرف تجيب دي عشان سعرها او ما عادتش موجودة هات دي. تمام. طيب نيجي بقى لمروحة اللي هي المكتب. احسن مروحة مكتب موجودة مثلا، او حتى مروحة عربية، او مروحة مثلا تحطها جنب على الكومودينو مثلا وانت نايم، بتشغلها مثلا على باور بانك او حاجة. طبعا هي دي لازم تشتغل على باور بانك، ما ينفعش تشحن. تمام. يعني كل دول دي فيها حجارة موجودة اهي، دي بتتشحن ودي بتتشحن ودي بتتشحن، دي برضو فيها حجارة. تمام. دي برضو فيها حجارة بتتشحن. كل دول بيتشحنوا عادي، ممكن تشغلهم من غير كهرباء ولا حاجة. تمام. ماشي. ده شكل الشحن بتاعهم كله، ما بيبقى يعني الستايلز ده كله نفس الشاحن، اللي هما الأربعة دول نفس الشاحن. تمام. اللي هو بيبقى التايب بتاعه ده، وبيبقى طالع منه يو اس بي. تمام. ودي الشاحن بتاعها تايب سي فيها بطارية. لكن دي لازم تشغلها يا على باور بانك يا كهرباء. تمام. فاحنا برضو ايه، دي طبعا ليها ستايلين، ستايل اللي هو البيت المنزلي الهوم. تمام. والستايل التاني اللي هو بتاع العربية، يعني ده المخرج بتاع دي، ده اللي هو ايه في البيت هتستخدمها في البيت معاك. تمام. والستايل ده بتاع العربية ده بيبقى شكله. تمام. بس حتى ستايل العربية اللي هو ده شكله، بعض المحلات بيبقى عندها وصلة كده معينة. تمام. ممكن اوريها لكم برضو. الوصلة دي بتحول اللي هي الوصلة بتاعة العربية، ممكن تشغلها على اي باور بانك او حاجة في البيت. تمام. بس يعني الوصلة دي مش اغلب الناس ما بتبيعهاش، انا عرفت اجيبها يعني وكده، لكن هي اغلب الناس ما بتبيعهاش. هي عامة ان هي دي الكلاسيك بتاعها ان هي بتاعة عربية. تمام. الفيرجن التاني بتاعها اللي هو بتاع المنزل يعني او كده، او تحطها بقى في الكومودينو او حاجة،
او ممكن تحطها برضو في عربيه لو معاك باور بانك، بس هيبقى الموضوع مقرف يعني شويه. دي هتحطها في الولاعه بتاعه العربيه وخلاص، ودي هتحطها فين؟ في الباور بانك. انا برضو عايز اجربها قدامكم كده، لان هي بصراحه هواها كويس جدا، ودي انا بصراحه اللي بستخدمها دلوقتي بالذات مع قطع الكهرباء والحاجات دي. بحطها مثلا على الكومودينو جنبي ولا حاجه، وبتجيب هوا كويس بصراحه جدا يعني. شوفوا برضو كده الهوا بتاعها بصراحه قوي. تمام. ميزتها بقى ان انتوا ممكن ايه تقعدوا تلعبوا في المراوح دي كده وكده ومش عارف ايه، بس الهوا بتاعها بصراحة قوي، وحتى صوتها خفيف يعني، صوتها مش مزعج قوي يعني. تمام. دي اقصى حاجة فيها، دي هي سرعتين، سرعة واحد وسرعة اتنين. تمام. فلا يعني صوتها بصراحة كويس، والهوا بتاعها نوعا ما برضو ايه قوي. وميزتها ان هما مروحتين يعني، هي دي هتجيب لك هوا من الناحية دي، هوا من الناحية دي، فانت وانت نايم مثلا او هي جنبك على الكومودينو او حاجة هتبقى قوية يعني بما فيه الكفاية. هي سعرها غالي شوية، ممكن يوصل دلوقتي لحوالي 500 جنيه، تعتبر اغلى مروحة فيهم بعد دي. تمام. هما الاتنين دول اغلى حاجة، دي بتتحط حوالين الرقبة ودي بتتحط على المكتب. تمام. الفيرجن بتاع العربية ممكن يوصل حوالي 400 جنيه. تمام. لكن دي دلوقتي عاملة 500. تمام. انا دي بصراحة مش جايبها من امازون، انا جايبها من محل الكترونيات هنا في المنصورة اسمه اسلام بهجت. بس معرفش هي بتتباع على امازون ولا لا. تمام. يبقى دي المروحة اللي هي تعتبر المروحة يعني الشبح اللي فيهم. تمام. طيب اخر مروحة بقى عندنا برضو اللي هي بيسموها مروحة التكييف، اللي هي المروحة دي. المروحة دي ميزتها ان انت ممكن تحط فيها مية هنا. تمام. ممكن تحط فيها مية هنا. طيب يعني عوامل الامان برضو يعني انا بصراحة بخاف من الحاجات اللي بيبقى فيها مية وكهرباء مع بعض دي، بس يعني بهوريها لكم برضو لو عايز يجيبها. هي كويسة، هي هواها حلو برضو، بس هي عيبها ان هي لازم محتاجة طبعا باور بانك، مش بتشتغل بكهرباء او حاجة، محتاجة باور بانك يكون ايه معاك. تمام. طب المروحة دي بتشتغل ازاي؟ انت بتحط مية هنا زي ما قلنا. تمام. وبتشغلها، هي برضو فيها 3 سرعات، دي السرعة الاولى والتانية والتالتة. هواها كويس يعني، مش لو انت قاعد قريب منها ممكن تجيب لك هوا، لكن الميزة اللي فيها بقى حتة موضوع الإضاءة ده يعني ايه، مش شايفه عملي قوي. حتة ان شايفين يعني النور اللي هي بتنوره ده، بس يعني مش هجيب مروحة يعني عشان بتنور يعني، فاهمين؟ اشوف عمال يتغير RPG وبتاع وكلام من ده، بس يعني انا مش هجيب مروحة عشان بتنور يعني. تمام. في حاجات بتنور كتير موجودة اهي. تمام. ودي برضو بينور الرينج لايت ده، لكن مش هجيب مروحة عشان بتنور. اهم حاجة فيها موضوع التكييف بقى اللي هو ايه ده. تمام. ده طبعا المية اللي بتحط هنا المفروض انها بتتبخر. تمام. فيعني بتجيب برضو ايه نسمة هوا كده بسيطة. تمام. هي عيبها زي ما بقول لكم ان هي محتاجة تتحط على باور بانك، يعني مش هينفع تشغلها مثلا والنور قاطع. تمام. بس انا شايف ان اولى حاجة ان انت تشغلها والنور قاطع دي بصراحة يعني. تمام. يعني دي احسن حاجة تشغلها والنور قاطع. كان يعني موضوع التكييف او ماشي هي كويسة، بس مش هقول برضو ان هي الحل الايديال يعني، والنور قاطع مثلا او حاجة او قاعد في حتة حر في المكتب او كده انك تشغل يعني الهواء بتاعها بصراحة مش احسن حاجة يعني. تمام. طيب هو مجمل الفيديو بس عشان نلخص زي ما قلت لكم في الاول، هي احسن مروحة دي تتحط حوالين الرقبة، بس هي مشكلتها الوقت ان هي مش موجودة كتير على امازون. نفس الفيرجن يعني، في فيرجنز تانية بس اغلى كمان، ممكن توصل الوقت ل1000 جنيه تقريبا. ومنها ستايلات مختلفة، بس هي نفس الفكرة يعني. تمام. والمروحة دي لو انت عاوز حاجة عملية تحطها جنبك وانت نايم النور مقطوع على المكتب بتاع يعني ايه، دي برضو بتبقى بصراحة احسن حاجة فيهم. تمام. هجربها برضو معاكم تاني. هي طبعا بتتحط على اي شاحن، احنا بس عايزين نجرب ايه شاحن كويس كده. ثواني. اي رش شاحن طبعا بتشتغل عليه، مفيش فيها مشكلة. شوفوا يعني الهواء بتاعها بصراحة قوي جدا بجد يعني. تمام. هو طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لازم معاك باور بانك في الصيف، حاجة لا غنى عنها ان يكون معاك باور بانك
يعني تكون قدرته كويسة. في انواع حلوة في السوق زي جوي روم مثلا وكده، في حاجات فيها 10,000 وفي حاجات فيهم 20,000 امبير. لكن لا، الباور بانك دلوقتي اصبح ما عادش رفاهية، لا اصبح لا غنى عنه ان يكون معاك باور بانك، لان كل دول ممكن تشحنهم على باور بانك عادي. المراوح اللي هي بتتشحن اصلا بالكهرباء والنور قاطع، حطها على باور بانك، ما هو شحن الكهرباء اللي فيها البطارية مش هيقعد فترة طويلة. تمام. زائد ان في حاجات ما بتشتغلش الا على باور بانك زي دي وزي دي. تمام. ويعني هي صوتها الصراحه كويس. انا معجب قوي بصراحه بالمروحه دي، ومعجب قوي ان هم عاملين يعني 2 فيرجن، واحده للعربيه وواحده للهوم يعني. تمام. فبرضه انت لما تيجي تشتروها، لا يعني ايه، شوفوا الاول انهي واحده انتوا عايزينها. تمام. في اخر الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دي تقريبا اغلب المراوح في السوق، تمام، اللي موجوده معانا. ان شاء الله الفيديو يكون كويس وربنا يسهل كده، ولو احتجت حاجة في الكومنتات بقى بقولوا لي ان شاء الله. شكرا.